سائلة تقول: أنا امرأة ملتزمة، تزوج علي زوجي الثانية وهو طيب العشرة، وأنا أحدث نفسي دائما بأني لا أسامحه ما حييت، فهل علي إثم مع العلم بأني أتلفظ بذلك أحيانا لإخوتي وأهلي؟ الحمد لله. أولا يا إخوة، الأحسن أن الإنسان يعبر بالاستقامة بدلا من لفظ الالتزام، لأن الاستقامة هي اللفظ الشرعي الذي ورد في الكتاب والسنة. ثانيا، هذه الأخت تقول إنها أنعم الله عليها بالاستقامة على دين الله، وأن لها زوجا، لكن أنا ما أدري هل سمعت خطأ أو أن السؤال هكذا، أنها تقول إنه طيب العشرة وإنها لن تسامحه، وهذا عجيب. كيف يكون طيب العشرة ولا تسامحه؟ هذا يقتضي خلاف المذكور هنا. المفروض أن تقول إنه طيب العشرة ولكنه يخطئ علي أحيانا وأنا أسامحه لأنه طيب العشرة ولأنه زوجي ولأن حسن العشرة واجب علي. فعلى كل حال أنا أقول هذا، إن الأخت ينبغي أن تقول إنها تسامحه إذا أخطأ، لأن ذلك قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا من حسن استقامتها. ولا يقوم البيت على السعادة وعلى الهناء إلا إذا تبادل الزوجان الحقوق الشرعية، وكان البيت مبنيا على الرفق، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وينبغي على الزوجين أن يلين أحدهما للآخر، وأن يكون رحمة على الآخر، لأن المعلوم شرعا أن الاجتماع لا يكون إلا باللين والرحمة. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، فكيف بالزوج مع زوجته وأبنائه؟ ينبغي أيها الإخوة على الزوج أن يكون رفيقا في البيت، مدخلا السرور على أهل البيت، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدخل السرور على أهل بيته، يدخل السرور على الأطفال، فكان يلاعب الحسن ويلاعب الحسين رضي الله عنهما. بل إن من حال النبي صلى الله عليه وسلم العجيبة أنه يوما صلى بأصحابه رضوان الله عليهم، ثم إنه سجد سجدة أطالها جدا، حتى أن أحد الصحابة رفع رأسه فرأى الصبي فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى سجوده. ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة: يا رسول الله، إنك قد فعلت اليوم شيئا ما كنت تفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي نهمته، صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في المسجد والناس خلفه. لما كان ساجدا فجاء هذا الابن الصغير الحسن أو الحسين فرقى على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، بل بقي ساجدا إلى أن نزل الصبي، ما أراد أن يعجله وهو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها صغيرة، إذ المعلوم أنه قد دخل بها وهي بنت 9 سنين، كان إذا خرج يدخل البنات الصغيرات إلى عائشة رضي الله عنها
ليلعبن معها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة وهو في السن المتقدمة كان يلاعب زوجاته، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما في مسير فقال لأصحابه تقدموا، وهذا المسير من المعلوم أنه كان في الغزو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا في الغزو أو إلى الحج أو العمرة، ولم يكن هذا في الحج أو العمرة فكان في الغزو. فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها تعالي أسابقك، فسابقها صلى الله عليه وسلم فسبقته. ثم بعد سنين كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وكانت معه عائشة رضي الله عنها، فقال للقوم تقدموا. سبحان الله يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في سن متقدمة وهو رسول الله وهو قائد الجيش، ومع ذلك يقول للناس تقدموا، ثم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها تعالي أسابقك، ثم يسابقها فيسبقها صلى الله عليه وسلم لأنها حملت اللحم، فيقول لها يا عائشة هذه بتلك، هذه المرة أنا سبقتك بتلك المرة التي سبقتني فيها. انظروا كيف حسن التعامل، انظروا ما هذا الرفق، انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على أهله. ينبغي علينا معاشر الأزواج سواء كنا علماء، سواء كنا طلاب علم، سواء كنا أئمة مساجد، سواء كنا أطباء، سواء كنا مهندسين، أن نحرص على الرفق بأهلنا والرحمة بأهلنا، وأن نبتعد عن الغلظة، وأن نبتعد عن قساوة القلوب، وأن نجعل أهلنا يحبون قربنا ويفتقدوننا إذا ابتعدنا عنهم. فهذا الأمر هو الذي تطيب به الحياة. وإني لا أخاطب أخوات المؤمنات بأن يتقين الله في أزواجهن، وأن يحسن تبعلهن لأزواجهن، وأن يتقربن إلى الله بالإحسان إلى الزوج وطاعة الزوج في غير معصية الله ومسامحته على الغلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل لماذا يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن العمر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فما هذه الصفة في المؤمنة الطيبة المستقيمة؟ بل إن هذا من أسباب دخول النار. فعلى المرأة المسلمة أن تفرح بنعم الله عز وجل عليها بهذا الزوج وبإحسان الزوج، وأن تشكره على هذا، وأن لا تكفره إذا أساء، بل تصبر على ذلك حتى تكون من أهل الجنة وتسلم من النار. نعم. سائلة